السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور، مرحبا بك في برنامج أو بودكاست طبيبك الإماراتي. يا مرحبا. دكتور محمد معاذ، دكتور استشاري جراحة العظام وأيضا رئيس قسم الجراحة في مدينة بجية الطبية. دكتور، أولا مرحبا بك، وإحنا جدا فخورين في كفاءتك، وحابين اليوم نسلط الضوء على مسيرك الطبية، وأيضا نستكشف جوانب أخرى يمكن الناس كثير ما يعرفونها عن دكتور محمد. الله يسلمك، الشرف لنا نكون متواجدين معاكم اليوم. نحن ندري أن عندك أيضا عيادة بعد شوي، فإن شاء الله بإذن الله ما نطير عليك. إن شاء الله. دكتور، خبرنا من هو الدكتور محمد وعن مسيرك في مجال الطب. طبعا حاليا أنا متواجد في مدينة برجيل الطبية كاستشاري جراحة عظام ورئيس قسم جراحة العظام، أيضا مسؤول شؤون الجراحية لكل أقسام الجراحة في مدينة برجيل الطبية في أبو ظبي. أنا تخرجت من جامعة الإمارات، خلصت كلية الطب في 2009. انتقلت بعدها إلى فرنسا، جلسنا في فرنسا تقريبا 7 سنوات ونصف في تخصص جراحة العظام، يعني هي رحلة استمرت 5 سنوات في التخصص، وبعدها 1.5 سنة تقريبا نسميها فولوشيب ما بعد التخصص في الإصابات، نحن نسميها السبورت ميديسن، إصابات الرياضية وأيضا تبديل المفاصل. بعد فرنسا رجعت الإمارات، وكانت مسيرتي في عدة مستشفيات في أبو ظبي. الحمد لله زرت كبرى المستشفيات، كانت مدينة خليفة الطبية، زايد العسكري لأنها كانت فترة الخدمة الوطنية، ثم مدينة شخبوط الطبية، وآخرها حاليا مدينة برجيل الطبية. نعم دكتور، بس خلنا نرجع خطوة لوراء. طبعا هذا احنا السؤال نسأله لجميع ضيوفنا، ليش هذا التخصص؟ لأن تدري في عندنا طلبة طب كثر يتابعون هذا البرنامج، وإحنا حابين نعطيهم خلفية عن طريقة اختيار تخصصات الطبية، واللي هي تقريبا بعض الأحيان يكون فيها صعوبة كثير جدا في تحديد الخطة أو التخصص المستقبلي. طبعا بصراحة موضوع اختيار تخصص أمر جدا مهم، دائما يرجع لكلية الطب. من الناس اللي هم فضل علي في اختيار تخصص كان دكتور عندنا في جامعة الإمارات كندي، كان أورثوبيدك، كان طبيب عظام. هو الوحيد اللي لاحظته في تخصص الجراحات يشتغل عمليات وهو مبسوط. يعني كان سبحان الله الفترة اللي مريت فيها أغلب زملائنا الأطباء في التخصصات الثانية تحسه متضايق مزعوج. أنت كطالب طب يعني شو السالفة؟ بعد العملية يعصب ومتضايق مش مرتاح. كان الوحيد اللي يسوي العملية ويضحك ينكت معانا، وبعد العملية مبسوط. فشفت فيه البالانس، فقلت لا، شكل هذا الأورثوبيدك هو أفضل شيء. لاحقا الحين بعد أنا 15 سنة في تخصص جراحة العظام، أقول أن أنا في التخصص صح برأيي الشخصي، مبسوط جدا أني كاستشاري جراحة عظام أو طبيب عظام. من الميزات في التخصص هذا أن النتائج تشوفها في مرضاك مباشرة. يعني مريض يجيك مثلا توصل مرحلة ما يقدر يمشي أو ما يقدر ينام من شدة الألم، بعد يوم من العملية أو عدة أيام تنقلب الآية بشكل كبير، مرتاح، يشكرك، أهله يقولون شو سويت دكتور، ما شاء الله عليك، يعني النتائج تشوفها بسرعة. الميزة عن الجراحات الثانية أن أنا مباشرة بعد العملية بالأشعة أقدر أثبت أو 90% أثبت لزملائي وللمريض أن العملية كانت زينة. هذا مش موجود في الجراحات الثانية. الجراحات الثانية يعني مثلا إذا نذكر الجراحة العامة، هو سوى العملية، شال الزايدة، هل شالها كامل، هل في ديك، هل ما يقدرون يعرفون لبعد مثلا أسبوعين عدت بدون مشاكل مهناها عملية ناجحة. أنا أقدر من أول ثانية خلصت العملية صورة أشعة أثبت الكسر رجع مكانه، التثبيت صح، أو مثلا عملية تبديل المفصل صح. فالقدرة أنك تثبت شغلك مباشرة هذه من الأشياء الميزات في جراحة العظام، أن العملية أو الأداء أو الإجراء الجراحي اللي سويته المريض من البداية هو إجراء صحيح. زين، في أي سلبيات؟ سلبيات للأسف من التخصصات المطلوبة. بمعنى آخر نحن نسميها ريزيدنسي بروجرام، البرنامج التدريب التخصص جراحة العظام من أسوأ التخصصات ضغطا على الطبيب. يعني خلال 5 سنوات
حقيقة في كثير ليالي ما تنام فيها، لأن تخصص جراحة العظام يمس كل الإصابات، أغلب الحوادث، السقوط، التواء، تخصص جراحة العظام. فطول الليل أنت سهران، طول الليل أنت مع المرضى، خاصة كمقيم أو طبيب الخط الأول في جراحة العظام. لكن هالشيء ما يستمر، لاحقا لما تستوي استشاري أنت نسميك في الخط الثالث، فأكيد الخط الأول هو يسهر طول الليل. أنت بالنسبة لك الحالات بتشوفها صباحا، بيبلغونك عنها في الليل، لكن صباحا بتشوفها اللي تستحق عمليات تحجزها عمليات وتسوي لها عمليات والحياة تستمر. طبعا دكتور كلامك جميل بالنسبة لنا أحد التحديات هو التدريب الطبي، ولكن احنا عارفين أن هذه الفترة مثل ما ذكرت هي فترة مؤقتة، ولكن أيضا ضرورية جدا حتى تصقل مهارات أي طبيب في أي تخصص، وخاصة في مجالكم. والله إنها مرحلة مهمة جدا، وفي مثل علمونا إياه نحن وصغار، يقول لك اللي يتعب في البدايات يرتاح في النهايات. فحقيقة أنا لاحظت بين زملائي في تخصص جراحة عظام والتخصصات الثانية، اللي ما قد تعب في التخصص في سنوات التخصص وسهر وبذل جهد وجلس بعد مناوبته، أحيانا نستمر وجودنا في المستشفى يوم ونص وتسوي عمليات وتبذل جهد وتروح تراقب مرضاك بعد العملية، كلها تعب. في أيام ما تشوف أهلك يومين بس، لكن بعد 10 سنوات من هذا التعب تشوف أن أنت عندك خبرة، زملائك اللي هم في أقرانك ما عندهم الخبرة هاي. قدرتك على أداء عمليات مميزة، عمليات صعبة، مش موجود عند زملائك اللي هم أقرانك. كلها تفرق على الفترة هاي، هل أنت مضيتها بجدارة بتعب أو مضيتها بمزح وضحك ويلا وسهرات ونمشي الأمور. خلينا نقول فترة زراعة وبعدين فترة حصاد. صحيح. دكتور زملاء كثر لما تقولهم أنا بسير مثلا بتخصص في ألمانيا أو فرنسا، يشوفون عائق اللغة عائق أساسي، وحتى كثير منهم يعني يتراجع. خبرنا عن تجربتك، لأن هذه التجربة يعني جدا مهمة، فترة انتقالية، أنت درست كل شيء بالإنجليزي وفجأة تعال بدرس الفرنسي. أنا شخصيا حاب أعرف يعني شو التحدي في قصة اللي صار معك في الموضوع. وراها قصة مضحكة هاي. نحن كنا في كلية الطب في جامعة الإمارات. نحن الكلية ماشي على النظام الكندي، العميدنا كان كندي والدراسة كلها كان موجهة أن نظام كندي أساسا نخلص. أنت متحيز النظام الكندي. صحيح. إنزين، فنحن في السنة الخامسة كان مطلوب منا شيء يسموه external rotation، فكان ترتيب من الكلية تشجيع منهم أن كلنا نقدم على external rotation في جامعة كندا، وقدمت أنا وزميلي الدكتور جابر، صرنا مونتريال. رحنا هناك فرنسي عاد. هي فرنسي، نحن ما رحناها انها كندا، مو برايحينها انها فرنسي، بعدين نحن اكتشفنا انها هي الجزء الفرنسي من كندا. المضحك في الموضوع ان صرنا هناك قلنا بناخذ استراحة في باريس 3 أيام سياحة وبنكمل كندا الاكسترنال روتيشن المطلوب منا في جراحة العظام. وصلنا كندا، سوينا الشهر المطلوب منا ورجعنا. أذكر يوم خلصنا كلية الطب وتخرجنا، أنا سويت another rotation في كندا في إدمنتون على أساس أن أزيد تشانس أني ألتحق في كندا. كنت في المكتبة في الجامعة، في نص اليوم جاني اتصال من زميلي جابر قال لي فتحوا تخصص فرنسا، شو رأيك نقدم جراحة عظام في فرنسا؟ قال له جابر أنت صاحي، نحن شو خصنا في فرنسا، لا نتكلم فرنسي، يعني نحن كل توجهنا كندا من يومنا، نحن ياسين مخططين بنسير بالإنجليزي وبنكمل يعني نفس المشوار، نفس التدريب، نفس العقلية. قال لي نحن شو بنخسر، هي سبمشن، ما نسوي سبمشن. قلت له شو الأوراق مطلوبة؟ قال لي كذا. قلت له زين. طرشنا أنا وياه، طرشنا الطلب، ما في 3 أيام أنا بعد في هذا جدنا أبروفل من أن الملحقية الفرنسية قبلتنا كأطباء نروح فرنسا نتخصص في فرنسا. صار موضوع جدي يعني. نحن كنا في البداية رايحين سياحة في باريس، هدفنا كندا، قلبت الحين دراستنا في فرنسا. سبحان الله. رجعنا وطلعنا. اللغة مش سهلة للأمانة، خاصة نحن أول سنة يوم كنا مارسنا تعلمنا اللغة، أنت تتعلم مثل اللغة العربية الفصحى، كيف حالك، ما هي أخبارك. يوم تروح المستشفى ما حد يتكلم اللغة الفصحى الفرنسية، يتكلمون لغة ثانية يعني. بس لكن كانت تجربة ممتازة، تجربة جميلة. كانت الميزة نتكلم عن النظام الفرنسي لأن أنا عشته 7 سنوات.
كمية الحالات، لأن النظام هو نحن نسميه صحي لكل الناس المتواجدين في الجمهورية الفرنسية، فكمية المرضى كان كبير. بالنسبة للتخصصات الجراحية كل ما زاد عدد المرضى وزاد قدرة الطبيب على ممارسة نحن نسميه هاندز اون، ممارسة الجراحة. يعني أنا مثلا عملية تبديل تطبيقية نعم. إذا طبقت مثلا عملية تبديل مفصل 100 مرة، مش مثل إنسان يوم تخرج سواها 5 مرات. فكمية المرضى اللي نحن تعرضنا لهم في فرنسا كان كمية كبيرة بفضل السيستم الصحي عندهم، أن كل المتواجدين على الأراضي الجمهورية الفرنسية مؤمنين. فكان كمية المرضى في المستشفيات كبير، وعلى قولتهم إذا كنت كفو شيل معانا. بالعكس كلام جدا فجميل. فاللغة ممكن حاجز، ولكن مع الإنسان يعني مع الجهد والاجتهاد والتوكل على رب العالمين ممكن يعني مقدور عليها. أكيد. وبالأخير بصير بونس. مثلا أمس أنا كنت في مؤتمر في أطباء فرنسيين، أكلمهم بالفرنسي، الإنجليزي أكلم بالإنجليزي، والعربي عربي. جميل جدا. دكتور، ناس كثير يعني ما يعرفون أن في تخصصات دقيقة جدا في تخصص العظام. عطنا لمحة عن هاي التخصصات وشو اللي يفرق أن الإنسان يكون متخصص تخصص دقيق. أنا في رأيي في 2024 المفروض نحن ننتهي من شغلة بتاع كله، أو مثل ما يقولون سوبرمان يسوي كل شيء في العظام. نحن الآن أذهب أو أنصح كل مريض بالذهاب لطبيب متخصص في الشيء اللي أبغيه في جراحة العظام. نحن باختصار على المشاهد على أساس ما نضيعه، في جراحة العظام إما عندنا الإصابات الرياضية اللي هي إصابات في المفاصل لكن لا يوجد فيها كسور، هذا تخصص نسميه إصابات الرياضية، غالبا تكون بنشاط رياضي. عندك الكسور، أغلب أطباء العظام أكيد هم متمكنين في الكسور، لكن هذا تخصص بحد ذاته، تخصص نسميه أورثوبيديك تروما، تخصص كسور في جراحة العظام. في جميع أنواع المفاصل؟ في جميع أنواع العظم، لأن هنا نتكلم عظم ومفاصل. في تخصص بنسميه تبديل المفاصل أو أرثوبلاستي. أرثوبلاستي طبعا المفاصل تعتمد الكتف، المرفق، الركبة، الورك، الكاحل، كل مفصل له طبيب المتخصص فيه، بس نسميه أرثوبلاستي وهو تخصص تبديل المفاصل. في عندنا تخصص العمود الفقري، عندنا في تخصص الأطفال لأن أمراض الأطفال في العظام مختلفة، بالإضافة التخصص اللي يهمك أنت اللي هو أونكولوجي أورثوبيديك اللي هو تخصص أورام العظام. فهي تخصصات مختلفة حسب الطبيب بعد ما يخلص فترة دراسة العظام يمارس أكثر من سنة بعدها متخصص في هذا التخصص الدقيق في جراحة العظام. إذا دكتور خبرنا، يعني أنت مثلا في فريقك الطبي هل هناك تخصصات مختلفة؟ يعني كل طبيب يرى تخصص أو بالأصح يعني حالات محددة؟ بالنسبة للفريق الحالي أنا معاهم متواجد، نحن قسمنا شغلنا، كل طبيب يشتغل الشيء اللي هو يبدأ فيه. مثال أنا متخصص في جراحة الركبة والورك، فأنا أغلب حالات العمليات اللي أسويها تخصص مفصل الركبة والورك. عندي زملاء آخرين اللي هم يشتغلون كتف مثلا ومرفق، فأغلب الحالات تروح لهم. في أطباء مثلا أطفال، فالحالات الأطفال كلها نوجهها لزميلنا اللي هو مغطي حالات الأطفال. وبالنسبة للأورام في العظام أيضا حالات الأورام نحولها عن زميلنا اللي هو متخصص في أورام العظام. بهالطريقة نحن نضمن أن نقدم للمريض أفضل الحلول وأفضل العلاجات في أفضل إنسان يمارس هذه العمليات. ممتاز. زي دكتور خبرنا شو أكبر التحديات تواجهك مع المرضى بشكل يومي أثناء تعاملك مع المرضى وأهالي المرضى في تخصصك؟ بصراحة في الإمارات حاليا الأواجهة من أكثر الأشياء هي الثقة في الطبيب والثقة في السيستم. نعم. أنا ما ألوم المرضى، لأن يمكن مرت في الإمارات مرحلة كان بعض الأطباء مش متخصصين أو مستواهم الطبي ما كان بالمستوى المطلوب، فكثير من مرضى يوم يجيك يقول لك دكتور شو العلاج، بعد شرح مفصل يقول لك أكيد زين أنا ما كنت شرحت لك لو مش متأكد منه. نعم. أنا واضح دائما مع مرضاي، إذا أنا متأكد من العلاج بقول لك هذا العلاج 1 2 3، إذا مش متأكد أنا ما أشوفها عيب أحولك على الشخص المناسب. بالضبط، أحولك على زميلي، لأن أنا ما أشوف من العيب إني ما أفهم في كل دقائق العظام، أفهم في أشياء اللي أنا متخصص فيها. فأحيانا في الإمارات التراست أو نحن نسميه الثقة بالطبيب
محتاج وقت، محتاج الطبيب يبذل وقت أكثر مع المريض اللي يضمن أو يبني فيه مستوى الثقة المتبادل بين الطبيب والمريض. بالمناسبة فرنسا كانت أسهل. أنا أقول لهم أن بفرنسا أنا أقنع المريض الفرنسي باللغة الفرنسية، أسوي له تبديل مفصل أسهل من أني أقنع مريض الإماراتي وأنا إماراتي وباللغة العربية بدنا يسوي العملية. نعم، بس دكتور ما تلاحظ أن هذا الموضوع تحسن كثيرا خلال 10-15 سنة الماضية، أن زادت الثقة، ولكن أنا وافق الرأي أن ما زال هناك يعني ما زال هناك بعض التحديات، ولكن الحمد لله الثقة زادت عن قبل بوايد. صحيح نحن نلاحظها، والآن الفترة الأخيرة نشوف مرضى دكتور لا نحن جايين واللي تقوله نحن بنمشي فيه. زين، شو عندك من القصص اللي مرت عليك سواء أثناء الدراسة أو أثناء عملك، يعني من المواقف اللي يعني أثرت فيك بأي شكل من الأشكال؟ من ناحية الدراسة أذكر موقف في فرنسا، كانت يوم بدأنا مشوار نحن نسميه ريزيدنسي أو مشوار الإقامة التدريب، كان مطلوب ضمن النظام الفرنسي أنك أول 6 شهور تكون تسويها جنرال سيرجري، جراحة عامة مش في تخصصك، لازم تكون أنت عندك طبيب ملم في التخصصات الأخرى. فكان عندي 6 شهور جراحة عامة. فأذكر دخلت النظام الفرنسي وتوي يعني متعلم اللغة ويالسين مشي حالنا مثل ما يقولون. فبس الحمد لله كنت مجتهد من ناحية الدوام، الالتزام، متابعة المرضى. فرئيس القسم كان بروفيسور موتر اسمه، أذكره أن بعد مرور أقل من 2 شهر وكنت سنة أولى، كان من العمليات في جراحة العامة من العمليات المشهورة هي إزالة نحن نسميها الكوليسيستكتومي، إزالة المرارة عن طريق اللابروسكوبي. فقال لي أن حضر المريض، حضرت للمريض كالعادة، لكن يوم جاء قال لي وقف هناك. طلب مني أوقف في المكان اللي هو يوقف فيه الجراح الرئيسي، والمساعد مكان المساعد معروف هو وقف فيه. قال لي ابدأ العملية. طبعا أنا بالنسبة لي شوكد إن أنت الآن لي 2 شهر، أنا إنسان ما أجيد اللغة الفرنسية بعد يلا في البدايات. معروف بالنسبة للبروفيسور أني أنا متدرب عظام، لكن بس عندي 6 شهور في الجراحة العامة. بس حسيت أنه فير انك انت معانا لك 2 شهر تشتغل وتبذل جهد نفسك. اعطاني عمليه الكوليسيستكتومي. طبعا هو شاطر، 45 دقيقه وخلص العمليه. اخذت معانا عمليه 2 ساعتين، كل ما توصل مرحله صعبه يضبط لي ايدي ويقول لي كمل. صبر معاي 2 ساعتين لخلصنا العمليه. بس اعطتني دافع ان اول شيء الاهتمام في التعليم وبذل الجهد، مهما يكون الشخص اللي معاك علمه، ابذل جهد، دربه، حتى لو كان هذا من منطقة ثانية، من دولة ثانية، من نحن نسميها فئة أخرى مختلفة عنك، ما تدري هذا بيرجع وبيعلم أجيال والأجر لك. جميل جدا. بس طبعا دكتور أيضا أنت قلت كلمة مهمة، أن الإنسان ينتزع الثقة عن طريق العمل الدؤوب وأيضا تمثيل يعني الطبيب الإماراتي بالطريقة الجادة والحريصة، وهذا طبعا كله في النهاية أيضا يعني يسلط الضوء على يعني الشباب الإماراتيين وطلعاتهم. فشكرا على هذه القصة الجميلة جدا. زين دكتور، قصص مع المرضى. طبعا احنا تمر علينا قصص وحكايات مع جميع أنواع المرضى. في قصة ما زالت يعني في بالك، أو قصة سواء كانت يعني ملهمة بالنسبة لك من المرضى؟ احنا طبعا المرضى نتعلم منهم أشياء كثيرة بشكل يومي. والله هو القصص كثيرة، نحن كل يوم قصص نسمعها، قصص يعني جميلة. من القصص اللي ما أنساها إلى الآن، مرت علي قبل 2 سنين مريضة وصلت عنا الطوارئ، كبيرة في السن، عمرها 106 سنوات، عندها كسر في عنق الفخذ. فأول ما يخبرني المناوب أن المريضة عمرها 106 سنوات، قلت له لا أنت مغلط، رجاء نروح أتأكد من الجماعة، أنت شكلكم مخربطين في إدخال الديتا انتري. قال لي لا، سألتهم وعمرها ما شاء الله معمرة. قلت له 106. قال لي 106. قلت له كيف وضعها تمشي؟ قال له والله كانت تمشي، هي سايرة الحمام يعني زلقت وطاحت وكسر الورك عندها. قلنا زين، عندها مشاكل صحية؟ الحمد لله كان عندها من المشاكل الصحية، لكن مش كبيرة، لكن عندها مشاكل بالنسبة للعمر. لكن المشكلة عمر كبير بالنسبة للقلب وعضلة القلب والأمور هاي.
فتم إدخالها. طبعا نحن عندنا قاعدة في جراحة العظام، عنق الفخذ من يصير كسر فيه ويتحرك، إذا تغذية الدم لعنق رأس الفخذ راحت، فيجب استبدال المفصل. هذه قاعدة عندنا. فقلنا بنحجزها عمليات. الآن تعال أقنع التخدير، يخدرون مريضة عمرها 106 سنوات. خافوا الجماعة، خافوا خاصة أهل المرضى. يقول لك دكتور بتصحى بعد العملية. يا جماعة المشكلة أنا في دوامة، إذا قلت لهم ما بسوي عملية، نحن علميا المريض بيموت لأنه بيتم طريح الفراش وبيموت. قلت لهم عملية، يحطون الآن كل المسؤولية على ظهرك أنت كجراح أن المريض يخرج سليم بعد العملية. أنا هدفي كطبيب أني أخف آلام المريض وأعطيه عملية أخليه يرجع يمشي. يعني مثل ما يقولون هدفي شريف مصلحة المريض، مصلحة المريض. بس كلهم يرمون الحمل عليك، فتحس عمرك تحت ضغط. التخدير يقول لك دكتور أنت من وين جبت لنا المريضة هاي؟ يا جماعة أنا ما جبتها، المريضة جت الطوارئ. الحمد لله بعد محاورات وتأكد أن كل التحاليل والأمور ويوبتمايزت حسناها، سوينا العملية والحمد لله العملية مباشرة. بعد العملية استغرقت 45 دقيقة، كنت سويتها سريع جدا على أساس أني أضمن إنسانة كبيرة في السن ما تكون عملية تطول معاها. والمريضة رجعت تمشي الحمد لله، وزارتنا العيادة أكثر من مرة ورجعت لحياتها الطبيعية. فهاي من الحالات التشالنجينج يعني. جميل جدا. دكتور خلينا نسلط الضوء بناء على القصة هذه عن المخاطر اللي تصيب كبار السن، خاصة بموضوع الانزلاق في الحمام اللي هي يعني مشكلة يعني متكررة. شو النصائح ممكن نعطيها حق الناس بخصوص هذا الموضوع حتى يتفادون إشكالية الكسور في كبار السن؟ للأمانة بالنسبة لمجتمعاتنا عندنا تقصير في إدراك خطورة انزلاق وحدوث الكسور في كبار السن مقارنة بالفئات الأخرى. معناها إذا بقارنهم في أوروبا، نحن كنا نلاحظ دائما كبار السن يحطوا لهم مثلا مسكة قدام الحمام، الأرضية يغيرونها غير زلقة تكون، أساس نحن نسميها تكون سيف لكبار السن. نعم. آمنة لكبار السن، على أساس أنه يتفادى الطيحة. مشكلة كبير السن إذا طاح وانكسر مهما سويت بيتم أثر الكسر عليه كبير، مش مثل الصغير في السن. الصغير في السن سويت له عملية برا منها التحم الكسر يرجع باك تو نورمال. كبار السن تم لها أثر كبير في قدرته على الحركة، في قدرته من سن التعافي. فمهم جدا أنك توفر البيئة المناسبة الآمنة لكبار السن في حركتهم في البيت. يعني ذهابا من حجرته من سريره للحمام أكرمك الله للمطبخ، ما يكون مثلا زولية ممكن يتخرطف فيها أو أي الأمور هذه في مجال حركته. دكتور، أحد أكبر التحديات تواجهنا يوميا الشائعات. خبرنا عن أهم شائع عندك في مجالك وتخصصك. من أكثر الشائعات عندنا في مجال العظام الكسور. يقول لك دكتور زين عطني دواء على أساس أسرع فيه موضوع التحام الكسور. للأمانة ما في دواء. وأقول له دائما المريض جوابي إذا أنت بتكتشف الدواء اللي يسرع التحام الكسور ترى بتسوي ملياردير، مو مليونير، ملياردير. علميا مثبت ما في شيء دواء يسرع. نحن هدفنا حتى في الجراحات هي اللهم إلا نرد الكسر مكانه ونثبت على أساس نعطي فرصة للالتحام. الجسم بنفسه هو اللي بيسوي الالتحام إذا وفرنا له البيئة المناسبة للكسر للالتحام. في أدوية شعبية أنا ما بدخل فيها لأني مش متخصص فيها. يزعلون منها دكتور. أكيد. دكتور، لك حضور إعلامي جميل جدا في وسائل التواصل الاجتماعي. هل ظهور الطبيب هو رفاهية أو مطلب؟ أنا أشوفها مطلب. لأن حاليا في عندنا كمية معلومات خاطئة موجودة في المجتمع بشكل كبير تأثر على أدائنا اليومي في العيادة. يعني نحن دائما نكرر نفس الأجوبة ونفس الأمور في العيادة للمريض. فاقترحت أنا ومجموعة من الشباب أن ليش ما نطلع برنامج نوصل فيه الرسائل صحيحة دقيقة واضحة بلغة سهلة للمريض، أساس أغلب الأسئلة نحن نجاوبها قبل ما يوصل المريض للعيادة، يكون أوريدي هو عنده كمية معلومات طبية صحيحة مضبوطة مضمونة علمية قبل ما يزورني في العيادة. البعض يعتقد أن ظهور الطبيب في الإعلام هو هدفه أن يجذب المرضى حتى يكبر مثلا عدد مرضاه أو خلنا نقول البزنس اللي عنده. شو رأيك في هالكلام وكيف إحنا نرد على هالانتقاد اللي بعض الناس يذكره؟ يعني هو المشكلة أن أنت إذا ما وصلت الرسالة الصحيحة
المريض بيروح في اتجاه غلط، بيسوي عمليات خاطئة، بيرجع عندك دكتور الحين أسعفني. أحيانا المشكلة يوم تكون صغيرة وتحلها أسهل بألف مرة من أنك تحلها يوم تكبر. أكيد تواجدك في المجال الإعلامي، تواجدك، حضورك في المؤتمرات، حضورك في السوشيال ميديا بيعطي شهرة للطبيب، ممكن يزيد عدد مرضاك، بس هو مش الهدف الأول. الهدف الأول توصيل رسالة واضحة لمريضك أو للمجتمع لرفع مستوى الوعي والثقافة الطبية. طبعا دكتور، هذا أيضا واجب مجتمعي، أنك أنت تشوف مجتمعك في بعض الأفكار الغير صحيحة. احنا واجبنا كمتخصصين وخبراء في كل واحد في مجاله أن يوصل الرسالة الصحيحة، حتى بإذن الله احنا نحسن المستوى الصحي بشكل عام. أنا أتفق معك. للأسف من الأشياء الناس كلها تفتي فيها منها الأمور الطبية، يوم تيلس ميلس. حتى أذكر في الخدمة العسكرية، في الخدمة الوطنية، يوم كنت من تفتح موضوع طبي الكل ما شاء الله يشارك، وهذا لا صح وهذا مو بزين، ولا العملية هاي مو بزين. يا جماعة أنتوا درستوا، نحن ما نقدر في الطب نقول زينة ولا لا إلا دراسات وأبحاث، وأحيانا تستمر 10 سنوات على أساس نقول لا هاي مفيدة أو غير مفيدة. ما شاء الله الناس نعم. أخذ راحتها. كلامك صحيح. أيضا في قرارات كثيرة احنا نفكر فيها ونجتمع ونتشاور حتى ممكن لأيام ثم نقرر، ولكن ما ذكرت بعض الأحيان يكون جدا سهل على أفراد المجتمع اللي معهم خبرة يعطيك قرار يعني في لحظات على الطريقة الأمثل للعلاج بغض النظر عن المرض. دكتور، بعيد عن الطب يعني المجال الطبي، شو عندك من اهتمامات أو هوايات أو شيء إحنا ما نعرفه عن الدكتور محمد، يعني من بعيدا عن المجال الطبي؟ والله أتمنى يكون عندنا الوقت الكافي لنمارس هواياتنا. أنا من الأشياء اللي أحبها وأستمتع فيها السفر والسياحة، مع خاصة أمضي وقت مع الأهل. العيال للأسف ما تحصل وقت، يعني كمية الضغط علينا في الشكل يومي حتى في إجازاتنا للأسف، لأن نحن طبيعة مهنتنا كطبيب، مريض صار له شيء حتى في نص الليل ممكن يتصل لك، وتشوف من الصعوبة خاصة إذا مريض أن دكتور الحقني مثلا، طاح الوالد، طاحت الوالدة، ساعدنا. تشوف أنه واجبك كطبيب حتى لو أنت الآن بين أهلك بين عيالك أنك ترد وتعطيهم النصيحة وتوجههم. جزاك الله خير دكتور. أجمل بلد زرته وبلد تطلع أنك تزوره إن شاء الله؟ أتوقع من أجمل بلاد زرتها كانت سويسرا، بس ممكن أنا شوي هنا بايست لأني أنا كنت قريب من سويسرا في 7 سنوات. أنا كانت المدينة الفرنسية أسكن فيها تبعد تقريبا 1.25 ساعة عن الحدود السويسرية، فكنت كثير التردد على المناطق الجبلية والريفية في سويسرا، فأعرفها بالتفصيل، فأعتبرها من أجمل البلدان. وبلد تطلع أنك تزورها إن شاء الله؟ بلد أني أزوره ممكن النرويج. جميلة جدا، ما زلتها. بنعطيك التدو ليست إن شاء الله. زين دكتور، حياة الطبيب جدا يعني مثل ما ذكرت يعني فيها كثير من الالتزامات. كيف الطبيب يوازن بين حياته الاجتماعية والشخصية وأيضا الطبية؟ وأنا باك تعطي نصيحة وخاصة الأطباء الجدد، لأن الموضوع هذا إحنا ما نتكلم كثير عليه، ولكن له تأثير كبير جدا على حياة الطبيب وأيضا على نجاح الطبيب في المستقبل. أنت الآن مثل ما يقولون حطيت إيدك على مكان الوجع. الآن أنت إذا بتكون طبيب ناجح، حقيقة جزء كبير من وقتك بيكون مفرغ للمستشفى، مفرغ لمرضاك، لازم تعطيهم كامل اهتمامك على أساس تصل مرحلة نجاح معين. إذا أنت بتلتزم بالساعة، وأنا أقول لهم دائما الفريق عندي، أنا أكره الموظف اللي طالع الساعة، أنا الساعة فلانية ما تمشي معانا، خاصة كطبيب، أنك أنت مريضك ياك 5 يخلص عيادتك، ياك مريضك وحقيقة متآلم أو حقيقة عنده مشكلة، ما تقدر تلتزم أن الساعة 5 أنا خلص دوامي، ما في. موضوع التوازن مهم، لأن بعد مو طيب أنك تظلم الأهل العيال، شو ذنبهم أن أبوهم طبيب، يعني هذا الشيء. فأنا أحاول أسوي بالانس، أن إذا كنت في إجازة أن أعطيهم كل اهتمامي للأهل والعيال، وإذا كنت في المستشفى فكامل اهتمامي لمريضي. وفي الحالات أحيانا استثنائية مضطر
تضطر أنت أحيانا تجاوب المريض حتى في إجازاتك. هل أنت مع أو ضد أن الطبيب يبصم حضور وانصراف؟ أكيد ضد. أنا أرى أن من العيب أن الطبيب يبصم حضوره وغيابه. الطبيب أكبر وأعلى من أنه دوامه يرتبط بساعات معينة. الطبيب عنده رسالة، هدف يقدمه لمريضه، مساعدة المرضى. المفروض ما يلتزم بوقت معين. هو عنده مجموعة مرضى مطلوب منه يشرف على علاجهم في اليوم ويتابعهم، وحتى لو انتهى الدوام المسؤولية ما تقف. يعني أنا اليوم لو سويت عملية ورجعت البيت، أنا بعد لو كلمتني الممرضة أن مريض مثلا جرحه فيه كذا، وضعه كذا، دم مثلا ضغط الدم نزل، أنا ما أقول لهم والله انتهى دوامي، أنا مضطر أرجع المستشفى مثلا. فأكيد ما في شيء اسمه بصمة، في شيء اسمه أنا مطلوب مني مهمة اليوم، وكل يوم لازم أخلص المهمة أو التاسك المطلوب مني. فأكيد البصمة أمر معيب أنا برأيي للطبيب. زين، هل كل الأطباء ملتزمين بهذا الميثاق الإنساني؟ للأسف مو بكلهم، لكن نحن لازم نشتغل على رفع مستوى الاهتمام ومستوى اللي نسميه بذل الجهد، ونحسس الناس بالولاء للمؤسسة اللي يشتغل فيها. أنا أفضل أن الإدارة تجلس مع الأطباء وتزيد نسبة الولاء. هل هي عن طريق مثلا نحن نسميها reimbursement، هدايا، مكافآت، تحفيز بطريقة معينة، بس أكيد مش عن طريق والله ربطه ببصمة أو أمور هذه مايكرو مانجمنت نسميها. دكتور، أهمية التمريض في مجالنا كأطباء في جميع التخصصات. احنا دائما نتكلم عن أطباء، ولكن التمريض يلعب دور حيوي ومحوري في رعايتنا للمرضى. خبرنا أنت شو رأيك في أهمية التمريض في مجال الطب بشكل عام؟ أنا بعد بزيدك من الشعر بيت، مو بس التمريض جدا جدا مهم. أنا اليوم كجراح عظام لأنجح محتاج تمريض رائع ممتاز معي في العيادة، محتاج تمريض ممتاز جدا معي في العمليات، محتاج علاج طبيعي بعد العملية يكون على قدر المستوى ويداري مريضي بأفضل طريقة، محتاج حتى المسؤول التصوير، نحن نسميهم راديو تكنيشن، اللي ياخذ المريض يصوره بعد العملية يكون مستوى عالي. كل هذه المهن، من تصوير، من علاج طبيعي، من تمريض، نحن بعدنا في الإمارات جدا متأخرين، نسبة التوطين عندنا فيها جدا قليل. وأنا كطبيب ما أقدر أنجح بدونهم. بدون علاج طبيعي ما أقدر أنجح، بدون فني تصوير معي في العمليات يكون ممتاز ما أقدر أنجح، بدون ممرض شاطر معي في العملية ما أقدر أنجح. أنا جزء من الفريق كله لازم يكون ناجح، وأنا بكون معهم. دكتور، ما أنك ذكرت أهمية الفريق الطبي، شو هي نصائحك للأجيال القادمة في الدولة بما يتعلق بالانخراط في المجال الطبي بشكل عام، مش فقط كأطباء؟ أنا أتوقع أن احنا عندنا في المجال الطبي عندنا نقص كبير في المجال اللي هي حول الطبيب. يعني أطباء الحمد لله بدأ العدد يزيد. أنا أقول إلى الآن عندنا نقص في عدد أطباء المواطنين، خاصة في تخصصات معينة. عظام بعد في مجال كبير، نحن محتاجين أطباء أكثر مثلا في تخصصنا جراحة عظام، بس لكن ما عندنا عدد كافي من الممرضين، ما عندنا عدد كافي من فنيين التخدير، فنيين التصوير، ممرضين اللي يدخلون معنا عملية. عندنا نقص شديد. يعني مثلا مستشفانا الحالي ما في ولا ممرض إماراتي معانا في العمليات. في العلاج الطبيعي محتاجين عدد أكبر. يعني في المجال الطبي بعد عندنا نقص كبير من الطاقات الإماراتية. وإن شاء الله أنا أنصح الأجيال القادمة إذا بيقدمون على هذه التخصصات فرصة التوظيف عندهم عالية، لأن المكان بعده فاضي. جميل جدا. دكتور، هل الطبيب الإماراتي قادر على المنافسة العالمية؟ نعم، أنا أشوف نحن وصلنا مرحلة نحن ننافس. تحدثا بنعم الله كثير تجينا دعوات من مؤتمرات وكورسات عالمية أن يبغون نصير عندهم على أساس نعلم عمليات جراحية بتكنيك معين، نلقي محاضرات. فنعم اليوم الإمارات وصلنا مرحلة أن نحن نطلع ونعطي كورسات
والرد الجميل اللي الدولة صرفتها علينا من ناحية التعليم. والآن نحن بدأنا نمثل الدولة في محافل علمية كبيرة الحمد لله بشكل تقريبا كل كم شهر، يعني مو بدنا بقول لك مرة في السنة، الحمد لله تقريبا كل شهر أو كل شهرين نحن عندنا مشاركات عالمية الحمد لله. دكتور، قبل تصوير كنا نتكلم وذكرت لي قصة جدا مهمة عن دورك يعني في تطوير إحدى الطرق التكنولوجيا الحديثة في الجراحات. خبرنا عن هذه التجربة اللي تعتبر تجربة فريدة. نعم، القصة بدأت من 3 سنوات تقريبا في شركة نحن نستخدمها في الجراحات. في جهاز يسحب الدم في نهاية العملية الجراحية، فإحدى الشركات العالمية تتكلم يسموها مالتي كونتريز كومباني، إنها موجودة متواجدة في أكثر من 100 دولة حول العالم توفر المعدات الطبية. يوم جابوا لنا الجهاز هذا قلت لهم عندي ملاحظات 1 2 3، فاستغربوا فقالوا لي خلينا نجيب لك الفريق اللي هي يطور الجهاز. فمرة جو أبو ظبي وخلوني أجتمع معهم، أعطيتهم ملاحظات دقيقة فأعجبوا بالملاحظات. قالوا لي دكتور نحن ممكن نطور الأفكار هاي، ممكن نجتمع معك أكثر. قلت لهم ممكن. بعدها بعدة 6 شهور اجتمعنا أكثر من مرة، كان في ملاحظات دقيقة على جهازهم. تم انضمامي لفريق تطوير المعدات الطبية هذه الخاصة التكنولوجيا كأحد الخبراء من 6 أشخاص حول العالم، 4 من أوروبا 1 من أمريكا. أنا أمثل الشرق الأوسط الحمد لله. المشروع اللي نطوره وصل مرحلة محتاج فند ضمن الشركة، فقالوا لازم نقنع البورد ممبر. البورد ممبر هو بنك يصرف ملايين في حال أنه قبل الفكرة، يبون خبير يقنع، يبون خبير. فضمن الخبراء قالوا لا ما في غير راعي أبو ظبي اللي هو يجلس مع البورد ممبر اللي هو في أوروبا. لازم أجلس معهم أقنعهم أن الفكرة هاي ممتازة وبزنس وايز حتنتشر في العالم، لازم نطورها. فالحمد لله هالكلام الشهر الماضي 24 أكتوبر أهم شيء اقتنعوا الجماعة. قابلت البورد واقتنعوا، والحين الفكرة بيصرف عليها ملايين على أساس تطوير الجهاز الطبي، وإن شاء الله بيشوف الضوء خلال سنة إن شاء الله بيتم انتشاره حول العالم. دكتور، هل المشروبات الغازية أي تأثير على سلامة ونمو العظام؟ بصراحة المثبت علميا خاصة في فترة نمو، نتكلم عن أطفال الصغار السن إلى فترة تقريبا 16 سنة اللي هو يكون فيها نمو العظام. مشروبات الغازية تأثر سلبا بشكل كبير على نمو العظام وسلامته. طبعا ما بقول إن إذا شرب معناها أكيد اخترب عظمه، لكن المثبت علميا أكيد كثافة العظام وقوتها وصحتها ما بتكون مثل الطفل اللي هو في فترة النمو، وكان الأهل يخلوه يتجنب المشروبات الغازية في هذا السن الحرج. أكيد مشروبات غازية حتى كبار السن بتأثر، لكن في الفترة الأولى هذه أشد فترة يجب التجنب مشروبات غازية فيها. دكتور، كخبير ومتخصص في مجال تبديل المفاصل، شو النصيحة اللي نعطيها للناس بعد تبديل المفصل؟ لأن معظم الناس بدل المفصل وينسى الموضوع. من أهم النصائح أوجهها للمريض أن عندك فترة ذهبية اللي هي أول 2 شهرين بعد عملية تبديل المفصل. هذه الفترة هي أفضل فترة أنك تكسب فيها مدى الحركة في المفصل والحركة. بمعنى آخر عندك 2 شهرين عقب العملية إذا اجتهدت في العلاج الطبيعي بترتاح 20 سنة قدام أو 30 سنة قدام. إذا قصرت فيها حتى لو اجتهدت بعد سنة ما بتجيب النتائج، لأن احنا في شيء نسميه فايبروسز أو أدهيجن اللي هي التصاقات في المفصل. فأنت أول 2 شهرين بتحدد 20-30 سنة قدام. يا دكتور، إذا المريض قال لك دكتور أنا بسوي العملية بس مش مستعد أسوي علاج طبيعي، هل بتسوي العملية؟ برفض، لأن النجاح العملية بالتزام المريض بالعلاج الطبيعي بعد العملية. إذا ما التزم أكيد عملية ما بتكون مرضية للمريض وبتسود من سمعة الطبيب. دكتور، كلام كثير يدور في وسائل التواصل الاجتماعي عن أفضل أنواع الرياضة للأشخاص البالغين وكبار السن. شو تنصح النصيحة بسيطة نقدر احنا كلنا نستفيد منها بإذن الله؟ الحين إذا بنقسمهم فئات، تحت سن 50 الرياضات مفتوحة، ممكن يمارس كل أنواع الرياضات بما فيها الجري والهرولة والأمور هاي.
بعد سن معين، خاصة نتكلم 50 بس مو بكل الأشخاص، ممكن مراجعة الطبيب التأكد حسب الأشعة، ممكن نكون أدق في نصيحتنا. يجب تجنب الهرولة والجري لأنها تأذي، نحن نسميها الكارتلج اللي هي الغضروف المبطن لعظم المفاصل. فننصح في العمر هذا بالمشي السريع، مثلا المشي السريع مدة ساعة أو نصف ساعة يعتبر رياضة. فأنا ما في داعي إني أسوي صدمات، نحن نسميها صدمات على الكارتلج، واللي هي تسرع من تآكل المفصل ويؤدي إلى خشونة المفصل. هل الجري في الشارع أو القار يختلف عن الجري على جهاز المشي؟ بصراحة أنا أنصح بالجري في الأماكن والمسارات اللي وفرتها الدولة للجري، لأن هذه موضوع الجري يكون فيها أقل ضغط على المفاصل. طبعا مرة مرتين ما بتأثر، بس احنا نتكلم عن الإنسان اللي يمارس الجري بشكل مستمر لمدة سنوات، أكيد القار ما بيكون آمن، وأكيد التريدميل مش أفضل شيء. دكتور، ممكن نصيحة للنساء بما يتعلق بهشاشة العظام كيف نتفاداها؟ وعبد الله سؤال جميل. بالنسبة للأخوات خاصة اللي هم فوق سن 50 أو بعد انقطاع الطمث، نحن ننصحهم بإجراء أشعة بسيطة تسمى ديكس سكان، متوفرة في كل مستشفيات الدولة. الأشعة هاي تعطي الطبيب كثافة العظم، على حسب المرحلة اللي وصلت يكون علاج بسيط، حبوب غالبا بتكون مكملات. أنا أفضل أن نجريها بشكل دوري بالنسبة هذه الفئة من النساء، على أساس نتجنب تدهور الأمور ونوصل لمرحلة حدوث كسور نتيجة تطور في هشاشة العظام والمراحل المتقدمة. دكتور محمد، صراحة جدا استمتعنا باللقاء معك ومعلومات طيبة، شكرا جزيلا وجزاك الله خير، ونتمنى لك دوام التوفيق والنجاح بإذن الله. احنا أسعد ومشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله دائما نتمنى لك التوفيق.